أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. عملة العشرون ريال السعودية تغضب المغاربة، هل مست سيادة بلادهم؟ على الرغم من اعترافها العلني والرسمي بمغربية الصحراء وتشييدها في الكثير من المناسبات على وحدة التراب المغربي، عبر مغردون مغاربة عن غضبهم من السعودية بعد تداول مقطع فيديو يظهر عملة العشرون ريال السعودية الجديدة التي تم طباعتها عام 2020. وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على منصة إكس العملة السعودية فئة العشرون ريالا، وقد احتوت على أحد وجهيها خريطة العالم السياسية. وبحسب الفيديو فقد ظهرت الصحراء الغربية منفصلة عن المغرب، مما يعني اعترافها رسميا بأنها غير تابعة للمغرب، في موقف متناقض مع مواقفها التي تعلنها دوما. وتساءل المغردون المغاربة حول إن كان اختيار خريطة المغرب بدون الصحراء الغربية قد تم عن قصد، أم أن وضع خريطة المغرب على العملة مقسومة كان عن طريق الخطأ. وفي هذا السياق قال المغرد المغربي عبد الله حاجي معتبرا أن الخطوة متعمدة: الوقت والدقة والتدقيق الذي يتطلبهم رسم ورقة نقدية يجعل هامش السهو أو الخطأ منعدما. أما المغردة وفاء زريول فقالت: كيف خطأ؟ وأهم من يظن ويعتقد بأن شعارات العروبة نافعة. وقالت المغردة خديجة لقاني معبرة عن أسفها لحدوث ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه بزاف، هذا إعلان رسمي. وعلى الجانب الآخر رأى البعض أن ما حدث خطأ غير مقصود، حيث قالت إحدى المغردات: راخوي المهدي صدرت عام 2020 وغير موجودة وكان خطأ فقط، وكان نطلب من الواحد يتحقق من المصدر الأول عاد ينشر لأنها تعتبر فتنة. وكانت البنك المركزي السعودي أسامة قد أعلنت عن قرارها في أكتوبر 2021 بطرح عملة ورقية جديدة من فئة 20 ريالا بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة 20. وتميز تصميم الورقة النقدية الجديدة بلون أرجواني، كما زودت بزخارف مستوحاة من شعار قمة 20، إضافة إلى صورة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وشعار رئاسة المملكة لمجموعة 20 بشكل ثلاثي الأبعاد.